السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الثور، حبايبي برج الثور، هقول لكم على أمور خطيرة جدا من الممكن أن تحدث معكم لو لم تحذروا خلال الفترة لنهاية شهر أغسطس. الفترة هتكون أنت وبرج العذراء وبرج الجدي من أكثر المتأثرين، لكن بالنسبة لك أنت هتأثر عليك في أمور خطيرة جدا، واوعى تتسرع لنهاية هذا الشهر. في أيام محدودة في خلال الشهر بانتقال القمر إلى الجدي، الكلام ده 26 و27، هتبقى الفترة نوعا ما مريحة، لكن باقي الأيام احذروا. فتراجع عطارد يصنع معكم شيء من التسرع، ويصنع معكم بعض التوتر والقلق والأمور الغير متوقعة. نتكلم مع بعض كده بطريقه مباشره، لكن تنويه كده الناس اللي بتتابعنا من غير اشتراك، دي قناتي الجديده يا جماعه، عشان الناس بتلخبط. حتى انت داخل عليا من المنتدى، تمام؟ ده انت لو انت في قناتي الكبيره او في القناه الصغيره اللي عندي اللي هي بذيع منها دلوقتي او بقول منها. فالناس اللي داخله علينا جديد، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ده لو انت حابب تشوفنا تاني او تدعمنا في القناه الجديده. ونقول الدنيا ماشيه ازاي. عطارد معروف ان هو للشر طارد، ده الكلام ده لو في حركة تقدمية، وهو عندك في بيتك الخامس، وده بيت من أهم البيوت بالنسبة لك. بيت الخامس يمثل العلاقات والمال والعمل، يعني كل شيء في حياتك يعطيك القيمة، يعطيك المتعة، الراحة. فوجود هذا التراجع إلى جانب التوزيع الكوكبية الأخرى في هذا البيت بالنسبة لك يمثل ناقوس خطر. تحذير أول وناخد بالنا منه كويس جدا بالنسبة لأي مشروع جديد عايز تعمله. المشروع ده مش لازم مشروع تجاري، مش لازم مشروع يتعلق بالمال. أي مشروع عايز تبدأ فيه، حتى لو كان علاقة، لو كان سفر، لو كان أي شيء، حاول إنك تكون متأكد 1,000,000%. يعني بلاش النية الصافية، خاصة الناس اللي داخلة في اتفاقات او مشاريع او كلام ده. عطارد خطير جدا في اي مشروع، خاصة في العلاقات العاطفية. يعني حاول بقدر الامكان انك تكون حريص في اي مشروع، علاقة عاطفية، في مال، في عمل. لو في علاقة عاطفية بلاش تقول اسرارك نهائي، اوعى تقول اسرارك، اوعى انك تبدأ علاقة سريعة وتدخل فيها دايركت او مباشرة. اوعى انك تفكر ان كل اللي حواليك في امان منهم. انا بحذرك، مش بقول خون او ان انت يعني الناس كلها، لا. حاول انك آه تاخد، هنقول تحذير، او تبعد كده، ما يبقاش في مقربين اول ليك، تبعد خطوه عشان تشوف. يعني انت لما تكون في نص الموضوع او نص الحدث، هل هتشوف كويس الا لما تبعد وتشوف من بعيد؟ وصلتك الفكرة؟ فحاول انك تدي لنفسك مسافة ومساحة ووقت انك تدرس اي شيء جديد بالنسبة لك، علشان تراجع عطارد بيقلل الحظوظ وبياخد منك حاجات كتير، خاصة اول اسبوع من هذا التراجع. انا زي ما قلت لكم في تحركات للقمر تساعدكم، مش هقول فيه، لكن نوعا ما تراجع عطارد مستمر. وجود القمر هم يومين فقط، وباقي الشهر ده اللي انا بتكلم فيه. نحاول ان احنا نحط مسافة ونشوف دايما الامور في نصابها الطبيعية. يعني بلاش نتسرع، بلاش ان احنا ناخد قرار بناء على الهوى او الاقتناع او الامان. اوعوا تعطوا الامان بنسبة 100%. الاسرار العاطفية، العلاقات الجديدة، المشاريع والمال، احذر. حتى لو بتشتري حاجة صغيرة، راجع كل شيء. طبعا الامور مش هتبقى صعبة قوي، لكن ليه نحط مثلا احتمال لمشكله؟ طب ما ننهي ده خالص. اوصل لكم الفكره. يعني مش لازم ان احنا يعني نسيب مجال ان ممكن يحصل خطا. وده ميزه الابراج، انك دايما بتكون سابق بخطوه، دايما بتكون سابق بخطوه. سابق بخطوه يعني على الاقل متوقع ايه اللي ممكن يحصل، وتحاول انك تنجح في عبوره. كلام واضح، هي عباره عن طاقه.
هي عباره عن اذا الفتره نحاول بقدر الامكان ان احنا نفرمل او نشوف بزاويه كده من بعيد اي موضوع، ما ندخلش في الموضوع علشان ما نتدبس. اي موضوع هيحصل معك علاقات، لان ده هتزداد الفتره الجايه، علاقات عاطفيه، مشاريع تتسرع فيها وهكذا. ده بكل بساطه. تاني حاجه، خلال الفتره لا تدخل في منافسه الا لما تكون ضامنها. لا تدخل في منافسه الا لما تكون ضامنها. يعني منافسه عمل، منافسه في حتى لو منافسه مع نفسك، حاول انك تبتعد عن المنافسات لانك ممكن تخسر فيها. هتكون قليل الطاقه خلال الفتره، مش هتكون عندك القدره انك يعني المكسب هيبقى بصعوبه جدا. تمام. عشان كده بلاش تدخل في منافسه او مضاربه، او ان انت مثلا تعمل، لو انت في تجاره مثلا او ان انت في مكان عملك تشد من نفسك، حاول انت تكون هادي خالص. الفتره لا تحتمل اي مجهود زياده، خليك على طبيعتك. ما تحاولش ان انت تفوق او تزيد من مجهودك، تزيد من شغلك خلال فتره، لانك معرض للخطا. دي نصيحه تانية. نصيحه ثالثه وخطيره جدا، حاول انك آه، نوعا ما تحاول تسيطر على مشاعرك العاطفية. سيطر على مشاعرك العاطفية. مشاعرك العاطفية مش شرط كمان حب وعلاقات، خد بالك، لا أنا بتكلم على الانتماءات. خليك عقلاني، بلاش الانتماء، بلاش تدي حكمك بناء على انتمائك، لأن على الأغلب هيكون خاطئ. يعني أنت بتحب حد قصاد حد، ممكن تيجي ناحيته قصاد الشخص والشخص التاني ده هو الصح، يبقى أنت موقفك سيء. أنا بقول كمثال، تروح تشتري حاجة أنت بتفضلها بس في حاجة تانية أفضل، حاول انك تشتري الافضل، مش اللي انت تحبه، لا، هو الافضل ليك. طبق ده في العلاقات، طبق ده في كل شيء. فتره التراجع بيزيد التوتر، بيزيد القلق، ومش عايزين قلق، مش عايزين مشاكل. حبايبي برج الثور من الابراج الترابيه اللي اتبهدلت في حياتها كتير، ومش عايزين ده. نحضر الفترة دي خاصة أول أسبوع، بعد كده الأمور تبقى أحسن. ببشركم بس يوم 26 27 فترة نوعا ما أهدى شوية، لكن بعدها فترة صعبة جدا. بعدها فترة صعبة جدا بانتقال القمر إلى أبراج أخرى، الأمور هتبقى متوترة. نحاول إن إحنا ناخد بالنا من كل كلمة قلتها علشان ما يحصلش مشكلة. زي ما قلت، ميزة اللي بيتفرج على الأبراج إنك تكون دايما سابق بخطوة، وحتى تتفرج على الأبراج الأخرى اللي هي شريك الحياة أو العمل، حد معاك في العمل أو الأصدقاء، عشان حتى تعرف تتعامل معاه. هتعرف هو ظروفه وفكرته إيه، بيفكر إزاي، هتعرف أنت تتعامل معاه. وطبعا الناس اللي بتتابع الأبراج فاهمة الكلام ده كويس جدا. عايد تاني التنويه، ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في قناتنا الجديده. تمام، دي القناه الصغيره اشتركوا فيها، زائد القناه الكبيره طبعا، دي اللي بداخل علينا من القناه الكبيره اللي عندنا يشترك في دي كمان لو حابب انه يتابعنا. الناس الجديده خالص بقى اللي لسه داخله علينا في القناه، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. يا رب كده حبايبي برج الثور جمال ابراج تكون بهم وامان. السلام عليكم.